جربوا ترى الخضرة، ناخذ شوية خضرة مع رز. والله قاص. يوتيوبر ليبي كان ممكن ينسجن 10 سنين بسبب تجربة أكل بالسعودية واللي اعتبروها أنها مسيئة للدولة السعودية. شو القصة؟ خلينا نبلش. الحوراني عنده جيش والكل العالم محبوب، كاسح كل البرامج على التيك توك وعلى اليوتيوب. هذا يا جماعة الخير بالسعودية في مطعم جدا مشهور اسمه مطعم الرومانسية، وبيقدم الوجبات والأصناف من الطعام العربي والسعودي اللي مشهور عندهم، اللي هو مثل المنسف أو المندي أو القوزي أو اللحم ورز. وهذا المطعم بيحظى بشعبية كتير كبيرة ومشهور جدا يعني على مستوى المملكة. ففي يوتيوبر يا جماعة الخير هو من ليبيا راح لحتى يجرب هذا المطعم ويسوي تجربة اجتماعية ويقيم الأكل، لكن الموضوع تحول من موضوع تجربة طعام وتقييم إلى موضوع أزمة حرفيا كانت رح تصير شبه دولية، وطالبوا إنه ينسجن واعتبروها إساءة للبلد. وفي ناس قالت يعني الموضوع كبر جدا. بس شو السبب؟ أكيد في سبب وراء هذا الموضوع، رح نورجيكم الفيديو اللي بسببه صارت هاي الأزمة كلها. جربوا ترى الخضرة، ناخذ شوية خضرة مع رز. والله قاص. مثل ما شفتوا يا جماعة الخير، أكل الطعام. أول ما أكل الطعام بزق، وبعدين قيم الطعام وقال إنه في طعمة زنخة، وقال إنه البهارات كتيرة فيه. مبدئيا وحرفيا مع كل احترامي لهذا اليوتيوبر، لكن الخطوة اللي سواها من طريقة بسق الطعام تعتبر بطر واستكبار واستجلاء على نعمة الله سبحانه وتعالى. هاي بالمرتبة الأولى حرفيا والله، لأنه اليوم مثل ما أنتم شايفين بالواقع اللي احنا عايشينه، في ناس مش لاقية تاكل رغيف الخبز، في ناس قاعدة بتلم الطحين من الأرض عشان تاكل. بالمقابل في ناس عم تفرد صفر كبيرة وعندها طعام عم ينزاد وينكب، وفي ناس عم تشوي دجاج والطعمية للكلاب تبعها. بس بالمقابل في ناس مش لاقية رغيف خبز. يعني هاي الخطوة هو ملام فيها، وبسبب هاي الخطوة اللي صارت ضجت المواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بهذا الموضوع، وطالبوا انه ينسجن واعتبروها إساءة للبلد. هلا انا مع انه هو اخطأ، بس مع ضد انه القضية إساءة للبلد، لانه القضية ما بتتعلق بأمن الدولة ولا بتتعلق بالأمن الوطني. القضية هي عبارة عن تقييم مطعم. لكن يا اخي بتحس المواطنين العرب في حدا ماسك عصاي ولاحقهم بده ياخذ منهم اوطانهم. كل ما حدا عمل شغله بالدول العربيه عندهم بتلاقي طلعت على السوشيال ميديا: اطردوهم، رحلوهم، اقتلوهم اينما وجدتوهم، لا تطعموهم، لا تشربوهم، سرقوا اوطاننا. واو والله العظيم هاي الشغله كثير راجع مواقع التواصل الاجتماعي بالفتره الاخيره. اذا بتتفق مع هذا الكلام اكتب لي تعليق وحط لايك. المهم بعد ما صارت القصه قصه كثير كبيره والناس علقت على هذا الموضوع ولامته، هذا الرجال حب يعدل موقفه وحب يعدل الخطأ اللي هو سواه، ورجع لمطعم الرومانسية ونزل فيديو اعتذار وحكى فيه كالتالي: الرومانسية دعونا ننسى أخطاء الماضي ولنخطئ من جديد. شوفوا كيف أنا أعتذر منكم على اللي صار مني، بس اليوم حنثبت لكم كل شيء أمام أعينكم. أنا ممكن تفيت في الأكل بس ما تفيت، بس أنا ما قدرت نخليها في بقي، ما قدرتش نخليها في فمي، ما قدرتش لأنها كان قارصة. فأنا آسف، أؤمن إن كل ناس تستحق فرصة تانية. زي ما أنا قلت لكم اليوم مشينا فرع تاني ومكان جديد وبنقيم فيه الأكل قدام عيونكم. مثل ما انتم شفتوا الزلمه اعتذر وقال انه كل انسان بيستحق فرصه، وقال انه هو ما قصده، انه اللقمه كانت ساخنه، يعني برر الموضوع. لكن بالمقابل في ناس ما رضيت، في ناس ما زالت تطالب انه ينسجن، مع اني انا ضد هاي الفكره. على اساس بدك تسجنه حر. انا ما عجبني المطعم يا اخي، ما حبيت اكله، مش لذيذ، ساخن، ما عجبني. هي انا بروح بقيم اي مطعم بدي اياه وبنشره عادي، ما إلك عندي شيء. هذا إشي اسمه حرية شخصية، طالما انا عم قيم الطعام وما عم قيم الشعب ولا عم قيم الدولة ولا عم قيم الحاكم في البلد، انا عم قيم الطعام. لكن احنا بنقول انه اخطأ، بس بالمقابل ردة الفعل اللي شفناها كانت يعني بصراحة انه اوفر. تمام. بس هلا يا جماعة الخير خلونا نحكي كم كلمة هيك محترمات، ركز معي كتير منيح فيهم وفتح اذنيك واسمعني شو بدي احكي. بالوقت اللي في ناس اليوم في بعض الدول اللي فيها حروب ما عم تلاقي رغيف خبز تاكله، في ناس بطرانة وعم تبزق الأكل وعم تكب الأكل، وبالمقابل في ناس عم تفرض صفر كتير كبيرة لحتى تشبع رغباتها وتشبع بطنها، ونثبت انه يوم القيامة اللي بيشفع لها أعمالها. فقدنا الإحساس ببعضنا البعض، وفقدنا الإحساس بالواقع، وفقدنا الإحساس بنعمة الله عز وجل. وإن شكرتم لأزيدنكم وأما بحمد الله تدوم النعم. ولكن مع الأسف وصلنا لمرحلة يا أخوان بتنا لا نفكر تماما بالأشياء اللي عم نعملها. صارت القضية المهم انه احنا نكسب ترند، المهم انه احنا نكسب مشاهدات على اليوتيوب، نكسب مشاهدات على التيك توك، نعمل ضجة. وانا فعليا بستغرب من التيك توك انه بيعطي فرص لناس لا منطق
ولا كلام ولا ثقافة ولا حتى حضور. كل القضية انه ضربت معهم في البداية ضربة حظ، ومن ثم استكملوا بضربة الحظ وحصلوا على حاضنة اجتماعية، والناس باتت تقتضي فيهم وتعتبرهم انهم قدوة وانهم ممثلين عن دولهم، لكن بالواقع كل انسان بيمثل نفسه. وصلنا لمرحلة نحن في الوطن العربي نسينا انه احنا عرب، وبتنا على اصغر خطأ نطالب بطرد بعضنا البعض وسجن بعضنا البعض وقتل بعضنا البعض، وصارت القضية تتمحور وكأنه العربي في الوطن العربي غريب. الافكار المزروعة بالجيل الجديد يا اخوان هي افكار غريبة، أفكار رهيبة حرفيا، أفكار بتدل إنه ما في شيء بيربط العرب ببعضها البعض، ورغم إنه استنتجنا هذا الإشي من فيديو الطعام اللي شفناه ومن كمية التعليقات اللي انتشرت، رغم إنه أساسا القضية لا تستحق أن تكون بهذا الشكل طالما هي كانت على تقييم الطعام، ولكن بالمقابل المخطئ يتحمل مسؤوليته وليس الشعب أو الدولة تتحمل مسؤوليته. وضرر الناس ما هو سهل، ولما تطالب أنت بضرر إنسان اعرف أنه هذا الإنسان عنده أهل وعنده مستقبل، وضرر الناس ما هي كلمة تقال. وتوقيع القرارات بالواسطات ربك بحاسبك عليه يوم القيامة إذا أنك حددت مصير، لأنك أنت نافذ أو واصل أو قادر تتحكم. وأن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وأنا عم بحكي هذا الحكي لأني صاحب تجربة ظلمت فيها، وفكر اللي ظلمني أنه بينتصر وأشبع رغبته، ولكن لا يعلم أنه عند الله تجتمع الخصوم. كان هذا اللي بدي احكي لكم اياه بهاي الحلقه. لا تنسى انك تشترك في القناه وتتابعني مشان تشوف المزيد من الفيديوهات. انا اخوكم خلدون الحوراني من سوريا، بتشرف انكم تتابعوني وفيكم بكبر. اشتراكك ما بدعمني اي دعم مادي، هو دعم معنوي ومحفز لانك تشوف المحتوى اللي بقدمه. انا مقيم بافريقيا، بنصحك تشوف الفيديوهات اللي بقدمها. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحوراني عنده جيش